النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في عالم التسويق والإعلانات، وهي حاجة اسمها نموذج AIDA أو AIDA. يمكن أول مرة تسمعوا عنها، بس صدقوني هتفيدكم جدا لو بتفكروا تبدأوا مشروع أو تحسنوا طريقة عرض منتجاتكم. نموذج ال AIDA ده عبارة عن 4 خطوات أو 4 مراحل بتساعدك تجذب انتباه العميل، تخليه مهتم بالمنتج بتاعك وتبني عنده رغبة في شرائه، وفي الآخر تدفعه إنه ياخد قرار ويشتري. هنعرف مع بعض كل خطوة فيهم وإزاي تقدر تطبقهم بسهولة في حياتك العملية. بس قبل ما نكمل ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. في 4 مراحل أساسية بيمر بيهم المشتري علشان يشتري أي منتج، والمراحل دي إنه مش بيبقى عارف المنتج فبيبدأ يعرفه. تاني مرحلة يبدأ ينجذب للمنتج لما يعرف إن المنتج هيناسبه ويشبع له احتياجاته. تالت مرحلة إنه يفضل المنتج على المنتجات المنافسة والبدائل. وآخر مرحلة إنه ياخد خطوة الفعل ويشتري. ودور الإعلان في المقابل إنه يحط هدفه الإعلاني علشان يناسب كل مرحلة واقف فيها المشتري. وأهداف الإعلان هنا ممكن تفيد في كل المراحل دي أو تفيد في مراحل منهم. وبيساعدنا في القصة دي نموذج ال AIDA أو AIDA، وده من أهم النماذج في تاريخ التسويق ككل. أي إعلان لازم يشمل على الأقل جزء من الآيدا الموديل الشهير اللي بيعدي على 4 مراحل، هم مرحلة لفت الانتباه أو الجذب attraction، وبعديها مرحلة اهتمام الناس بالمنتج interest، وبعديها مرحلة رغبة المشترين في المنتج desire، وآخر مرحلة هي مرحلة الفعل والشراء action. طريقة ومدى تطبيق النموذج ده هيختلف على حسب المنتج وعلى حسب المرحلة اللي فيها المنتج وعلى حسب كمان الاستراتيجية الإعلانية والتسويقية اللي بتستخدمها الشركة في دعايتها للمنتج. يعني مثلا في المنتجات الغذائية صعب جدا تعمل إعلان واحد يجمع ما بين كل عناصر النموذج، فهتكتفي بس غالبا في إعلانك إنك تلفت نظر المشترين، وممكن تزود عندهم الاهتمام بالمنتج وتسيب جزء الإقناع وتكوين الرغبة desire في شراء المنتج لمنافذ التوزيع والأسواق، وجزء دفعهم للفعل والشراء هتسيبه لعروض البيع اللي هتعملها في مواجهة المنافسين. طب بالنسبة للمرحلة اللي فيها المنتج فهتفرق برضه في تطبيق النموذج ده ومدى التطبيق. فالمنتج في أول مراحله ودخوله السوق هتركز في المرحلة دي على جزئية شد الانتباه له وممكن زيادة اهتمام الناس بيه، ولما تعدي على المرحلة دي هتبدأ تحط جهد رسالتك الإعلانية في إقناعه بالمنتج عن طريق توضيح مزاياك التنافسية عن المنافسين والبدائل في السوق. ولو عديت المرحلة دي هتبدأ تدفعه للشراء بالإعلان وتوضيح العروض والتخفيضات اللي هتعملها على المنتج عشان ياخد خطوة الفعل والشراء، ودي هي المرحلة الرابعة. طب يلا ناخدهم واحدة واحدة. أول مرحلة لفت الانتباه attention، وغالبا الخطوة دي بتدخل مع الخطوة اللي بعدها، بس في شركات كتير في إعلاناتها دلوقتي بتحب تخليها خطوة منفصلة. فشركة زي يلو بيتشز مثلا كانت بتعمل إعلان خارجي outboard ad وتكتب فيه هي الدنيا صفرة كده ليه، وده إعلان ملوش أي هدف غير إنه بيعرف الناس وبيلفت نظرك للمنتج أو الخدمة الجديدة. كتير من الإعلانات التلفزيونية كان بيجيب لك إعلان يلفت الانتباه بس وما يجيبش سيرة المنتج أو هو لمين أو إيه مزاياه، وهدفه من كده يشد الناس ويشوقهم ويربط ذهنهم عشان يستنى المنتج في إعلان جاي. على قد ما استخدام جزء لفت الانتباه ده لوحده بيزود التشويق السسبنس، وممكن يتكلموا عن الإعلان والمنتج الغريب الجديد ده، إلى أن مصاريف الحركة دي مكلفة جدا لأن الشركة هتعمل إعلان منفصل غالبا هيحتاج فكرة ووقت وجهد للتنفيذ، وبعدين هتدور على أماكن زحمة بالمستهدفين عشان تنشر فيها الإعلان، ودي تكاليف إضافية كبيرة جدا زي ما هنشوف في الفيديوهات اللي جاية في الجزء الخاص بقرارات الإعلان المتعلقة بتنفيذ الإعلان وشراء المساحات الإعلانية وتكاليفها. انتظرونا. تاني مرحلة من نموذج ال AIDA إثارة الاهتمام interest، ودي الخطوة التانية في النموذج الإعلاني بعد ما الشركة بتجذب وتلفت نظر الناس بإعلانها. أكتر طريقة تثير اهتمام الناس للمنتج إنهم يشوفوا إن المنتج اللي في الإعلان مستهدفهم وإنه مناسب ليهم وإن الإعلان ده بيكلمهم. ساعتها هيبدأوا يتنقلوا من مرحلة لفت النظر لمرحلة الاهتمام بالمنتج. في الخطوة دي أنت بس محتاج تلمس حاجة عند السوق المستهدف، وساعتها هيبدأ يتفاعل مع الإعلان وتتحرك معاه بسهولة وتلقائية للخطوة الثالثة في النموذج.
رغبة الناس في شراء المنتج desire. في المرحلة الأولى والتانية من النموذج أنت لفتت نظر الناس بإعلان غريب أو جملة أو كلمة أو صورة أو حركة غريبة لفتت انتباههم، والمرحلة التانية بدأ المستهدفين من المنتج يفهموا أن المنتج ده ليهم، وبالتالي زاد اهتمامهم بالإعلان لأنهم محتاجين المنتج ده فعلا. لكن ما تنساش أن في المرحلة دي لسه عندك منتجات منافسة وبديلة لمنتجك، أكيد هي كمان أثارت انتباه واهتمام المشترين دول. المرحلة الثالثة في نموذج ال AIDA بتبدأ فيها تميز منتجك عن كل المنافسين، وبالتالي انت محتاج توضح مزاياك التنافسية اللي بتخلي المشترين دول يفضلوا منتجك عن أي منتج منافس. والمزايا دي كتير جدا، سواء كانت في سعر المنتج، كفاءته، لونه وشكله، إمكانياته المتميزة عن إمكانيات المنافسين. في نقطة هنا في غاية الأهمية والخطورة لازم تركز فيها. في عرضنا للمنتج في الإعلان محتاجين نفرق بين حاجتين، الخصائص والمزايا أو الفوائد. فالخصائص ما تجذبش وما تقنعش حد غير الخبير في المنتج، أما المشترين العاديين فملهمش دعوة بالخصائص، ليهم دعوة بس بالمزايا أو الفوائد اللي بتترتب على الخصائص. يعني مثلا لما اقول اللابتوب ده فيه البروسيسور كذا والشاشة كام انش ووزنه كذا، كل ده ما يفيدش الناس بحاجة. انا محتاج اقول البروسيسور كذا، وده معناه انك مش هتحتاج تستنى وقت كبير عشان جهازك يحمل، وهتقدر تفتح تطبيقات كتيرة عليه في وقت واحد. ووزنه كذا، وده معناه انه تقريبا اخف من كذا وتقدر تشيله في اي مكان واي وقت بكل سهولة. الطريقة دي في عرض المزايا أو فوائد المنتج مش بس مهمة وهي الأساس في فن كتابة الإعلان القوي اللي يبيع المنتج، لكن دي مهمة في أي أداة بتوصل لرسالة ترويجية. فنفس أسلوب السرد للمنافع أو المزايا مش بس الخصائص، ممكن تستخدمه وإنت بتستخدم أداة البيع الشخصي personal selling. وبالتالي رجل المبيعات مش هيتكلم عن خصائص المنتج اللي مش هيفهمها الناس العادية، لكن هيتكلم في الخاصية للمنتج ويشرح الفايدة اللي هتعود منها على المشتري، وهو ده سر الإقناع الحقيقي. خطوة الإقناع دي بتاخد وقت كبير من الشركة عشان تتم ويبدأ الناس يدخلوا في مرحلة الرغبة في شراء منتج شركة معينة. عشان كده في شركات أحيانا بتستخدم أسلوب الإعلان بالمقارنة، والإعلان ده مش بس بيظهر مزايا ومنافع المنتج بس، ده كمان بيقارن المنتج بالمنتجات المنافسة. والمقارنة دي ما بتكونش صريحة قوي إلا في حالات قليلة دخلت فيها أشهر الشركات زي كوكاكولا وبيبس ونايكي وأديداس مع المنافسين. الفعل والشراء أكشن. الثلاث مراحل الأولى في نموذج ال AIDA كونوا مشتري حابب وراغب يشتري المنتج، بس ممكن المشتري ده بيقرأ الإعلان في البيت لكن مكسل ينزل يشتري دلوقتي، أو لسه هيفكر كمان شوية ويقارن المنتج ده بمنتج المنافسين. ساعتها بيبقى عندك الضربة القاضية، وهي الخطوة الرابعة في النموذج اللي هتسمح لك إنك تكسر أي مقاومة باقية عند المستهدف. والضربة القاضية دي ممكن تبقى عرض سعري لا يقاوم، أو هدية على المنتج لو المستهدف هيشتري دلوقتي، أو سحب على هدية غالية. وطبعا بتزود على الخطوة القاضية دي كل معلومات الاتصال والشراء علشان المشتري ما يتهربش منك، فهتدله على أرقام وتليفونات الشركة والإيميلات والعنوان. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة. ما تنسوش تتابعوا الفيديو اللي جاي من كورس التسويق من الصفر، واللي هنكمل فيه كلامنا عن القرارات المهمة اللي بتفكر فيها الشركات وهي بتعمل الإعلان. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو اللي جاي.